والأجداد دمروني. ولكم اكو سوالف بس شغلة مخكم افتهموها يعني. حاول هذا الشغلة، هذا الله مطيك اياه، مو عم تحطه، مو تحطه تعوفيد، لا استثمره يا اخي. شغلة عيب هيجي، مو حتى جيم يعني. حاول انك تشغله. ما راح احكي عن حلقات جديدة، راح احكي عن الحلقات السابقة. مو كل الناس، مو نصهم، مو 3/4، نسبة قليلة كلش. بس هاي النسبة اريدها تفتهم. ليش الحلقة تفتهمها غلط؟ حلقة السنة والشيعة ما راح اعلق عنها، لانه صارت تقريبا 14,000 كومنت تنزل مو دين مو اسلام، ما لهم اي علاقة، كل واحد يهوس المذهبه وهو غلط، يقول كلام يعني تصفن هذا اسلام هذا شنو، ما له اي علاقة بالموضوع، هيك يهوس وحده على اعتبار انه انا احب مذهبي ودا دافع عنه وهذا هو ديلوس. ذولا جاوبتهم بهاي الحلقة اللي شغلتهم هم يثيرون فتن، يسوون زعزعة طائفية، يسوون مشاكل، ما لهم اي علاقة بالموضوع. يا اخي حلقة داعش ومية خليفة، أنا حكيت شلون هاي من أصل عربي على أساس وإنه دائما تسوي أفلام بالحجاب عم تشوه صورة الامرأة أو البنت المحجبة، وداعش شلون أثرت علينا كمسلمين، شلون دمرتنا. بس لأنه بداية المقطع قلت داعش منظمة ما أعرف شنو إسلامية، اللي هو تقليد على الناس اللي تنسب داعش إلى الإسلام. هي ما لها أي علاقة، لا قريب ولا بعيد عن الإسلام. بين داعش والإسلام حوالي 6 دونمات ونص زحف يمكن، ما لها أي علاقة. هم يجون داعش إسلام. فأنا بالبداية قلت تلميح، يا أخي داعش منظمة إرهابية ما أعرف شنو إسلامية، شددت على الإسلامية، إذا قلت على ذولاك يجي واحد يشوف لي هالبداية ويطلع نعلة الله عليك، الإسلام براء منك، الإسلام. ادري دماغك انت شلون مركب، شوف الفيديو كله وبعدين احكم. ليش تحكم على الكتاب من عنوانه؟ شوف الفيديو كله واحكم. اني حكيت على داعش لعنة الله عليهم، اني حكيت على ذول الملعونين الوالدين، حكيت عليهم دا يشوهون الاسلام، احنا ما لنا اي علاقة، الاسلام مو هيك. تجي انت تفتهم من ورا، ليش؟ تجي النوب على حلقة احلام، انت تغار منها، ما اعرف شلون اغار منها يعني، مقارنة بيني وبين احلام شنو ما ادري، المهم انت تغار منها، انت حاقد لان هاي انسانة ناجحة، لان هاي انسانة عندها فلوس، انت حاقد، انت تغار، انت لا تنعقد شو تتفلسف براسي. اني دا احكي عليهن لان خبصتنا كل ما تطلع بالتلفزيون وانا الملكة والملكة وانا الملكة. اذا انت باع شوفي، انت ليش تقولين ملكة واني ليش احكي عليك؟ انت اي نعم اني ما اسمع احلام ولا عمري حسمع احلام، حتى لو طرشيت ما حسمع احلام، بس احلام هيش تحكي لان بنظر نفسها هي لا شيء، فتحاول تقول للناس أنا ملكة وأنا فد شيء، وتحاول تبين للناس اللي هي شيء، بس هي بعين نفسها لا شيء. فخابصتنا ملكة وملكة. هسه مو شغلنا فنانين عرب وأجانب والشسلوفاكيين، ما حد قال أني ملكة وأني يا أخي، حتى قال مرة مرتين، مو كل مرة طلعين أنا الملكة لا، مقهورين من الملكة، مقهورين لازم وياها مقهورين من الملكة. ايش مقهور وجه الأبط؟ ايش مقهور؟ ارحمينا كافي، عمي ملكة خلاص اهدئي. الحلقة اللي قلت بيها يمكن الشعب العراقي جبان، لأنه صار له سنين ما عرف لا يغير حكم لا يغير شيء، والله يرحم صدام، نعلة الله عليك وعلى صدام. انت مو عراقي شريف، العراقيين انت الجبان، العراقيين اسبع منك. يا اخي ايش دا تحس؟ وات فيل؟ لا جديات، وات فيل؟ يعني انا كل اللي قلته انت صح، شلون ما تكون شيعي متعصب خلص انت الصح وكل العالم بالنار، سني متعصب خلص انت صح وكل العالم بالنار، مسيحي اوكي كل الاسلام بالنار، شو تريد؟ ملحد يا اخي كل المتدينين بالنار. انا ما لي علاقة، ايش تعتقد اعتقد، كل اللي قلته بالحلقة
خلي نعيش. حتيجي تقول لي زين ليش قلت الله يرحم صدام؟ اني بعمري اللي عشته ما شفت غير اثنين حكموا العراق، صدام والزمن الحالي. فمن قارنت صدام والزمن الحالي قلت الله يرحم صدام. يا اخي شو ذاك على المر الامر منه. صدام ارحم من ذولا بهوايه. صدام الكتلهم والمقابر الجماعيه والسوى وحرب وما اعرف شنو، ما ماتوا بقد يمكن اقل من نص اللي دا يموتون هسه. صار قل لي بزمن صدام انت تفتح التلفزيون يقول لك انفجار مات 140، انفجار مات 160، سبايكر ألف ما اعرف ايش قد. انا ما حكمني الشيخ زايد، ما حكمني ابراهام لينكولن، ما حكمني غاندي عم دقارن. لا تجي تقول لي والله الملك فيصل كان، لا تسمع وتحكي. احكي لي من الشفته اثنين صدام وذوله ياهو احسن. يعني شفت الامرين رضيت بالمر. كنا اوكي اكو ناس جوعانه وناس تموت واعدامات واغتيالات ومقابر جماعيه وكل شيء، لكن نسبتها هوايه اقل من نسبه هسه. بعدين انت ياهو مالتك شو من تروح لاوروبا وامريكا تحط صرمايه بحلقك وشكو واحد يقول لك انا احب فلان تسكت. يا اخي عوفه يحب فرانكو، يحب هتلر، يحب موسوليني، يحب طغاة العالم كلهم. انت ياهو مالتك انت شلك علاقه؟ هالتفكير المزروع بينا انت تحب فلان يعني زين، انت تحب فلان يعني شين. انت شعليه كان شحب. انت ياهو مالتك. انا قلت بالحلقه يا اخي تحب اللي تحبه، اعبد اللي تعبده، بس خلي نعيش. حتيجي تقول لي زين ليش حكيت على الملحدين؟ اني لو مثل الملحدين الاجانب ساكت ومنطم وما حاكي مالي اي علاقه بيروح انت وربك، هاي الله يحاسبك. انا حكيت عليهم لان ما عنده شغل وعمل من الصبح لليل غير انه يحكي على ربي ويحكي على ديني ويحكي على القران ويحكي على نبيي. شو تريد نسكت لك يعني؟ يا اخي انا عندي معتقد وانت عندك معتقد، ليش ما تخليه براسك وتسكت؟ ليش شغلتك انه تطلعني غلط وتطلع نفسك صح؟ اذا انت مقتنع انت صح ليش ما تسكت؟ فانا حكيت عنهم لانه هم شغلتهم يحجون عنه. اما انا لو انسان ساكت انا ياهو ما تبي. لا ويجوني ذولا لا تحاجج الملحدين، لا تحاججهم ذولا ما حد يقدر لهم، ذولا يضيعوك بالحجج. ويجيني واحد الاخ يكتب لي كلامك بدائي. يا بدائي انت. طبعا كلامي بدائي. انا دا اقول الله موجود والنبي والقرآن والشغلات الأساسية اللي عرفناها كل واحد كان عمره كم سنة عرفها، أنت جاي تكذب لي إياهن. طبعا كلام بدائي. شو تريدني أقول لك؟ قاطع تربيع، تقسيم الظل، في نصف قطر الدائرة على الزاوية ألف باء جيم يطلع عنه. شو تريدني أقول لك؟ بدائي شنو؟ ولك أنت الأساسيات دا تنكرها. والله لا لازم أجيب لك كلام علمي. الله ملعون أبو الجوجل اللي خلاكم تتمنطقون. كل واحد بيكم قاري لي سطر وجاي يقعد هو يفكر وهو ما يعرف شو اسمه منين شو اسمه. حرام. لو من حكيت على المتعة والنكاح والعرفي جاني واحد المتعة حلال، بزمن الرسول كان اكو متعة ويعطيك أدلة وتمتع وما اعرف شنو. يا اخي حتى لو حلال وهي كانت حلال فعلا وبعدين تحرمت، بس اوكي تقنعوك انه هي حلال. زين اذا واحد اجى قال امك اختك اي واحد فت ساعتين متعة تقبل؟ اذا تقبل فاني كل شيء ما احكي، اني مالي اي علاقه، خلص حلال وامشي. اني حتى لو حلال اني ما مقتنع بيها، اني ما مقتنع بيها. لا تقول لي شهود وطلاق وما اعرف شنو، اني هماتي. اني بالنسبه الي حالها حال الزنا. الزنا بنيه وياك ساعه ساعتين، والمتعه بنيه وياك ساعه ساعتين عفتها. لا تقول لي زواج، الزواج مو هيش. لا تقول لي الشروط الاساسيه مال الزواج اكو مهر واكو شهود واكو طلاق. زواج ايش؟ انت عاملت المرأة على انه هي جسد تاخذ منها الرغبة اللي ترضيك وخلاص تعوفها. الزواج هو تكوين عائلة، تكوين اسرة. جاني انت ساعة ساعتين اسبوع على وحدة تنام وياها وتعوفها وتعطيها فلوس. قول لي بالله ايش فرق عن الزنا؟ وهم حترجع تقول لي اكو شهود واكو طلاق. يا اخي شهود اروح اجيب وحده من الشارع وجماعتي اثنين يجون يشهدون وياي، هاي صار متعه؟ حللتوا الزنا خلاص؟ لا اكو بنيه جايه تتعارك ويا البنات انه المتعه حلال. زين انت دانيه نفسك، انت تريدين يوميه ويا واحد، ترغبين في التمتع، وضحتي فكرتك، ليش تغلطين؟ ليش تغلطين على بقيه البنات؟ ليش اكو وحده خطيه تقول اني نازح تحجون عليها انتم النازحين بعتوا عرفكم الداعش؟
اذا انت عرضة سقط مع احترامي، ليش عباك الناس كلها مثلك؟ ليش تغلطين عليها؟ تحبين المتعة روحي تمتعي، بس لا تغلطين على العالم، عيب. لو الحلقة مال الشذوذ، الربط بين حلقة الشذوذ والملحدين نفس اللي يدافعون عن الالحاد يدافعون عن الشذوذ نفسهم، وباعهم من الكومنتات معلقة هنا ومعلقة هنا، يعني تباعون وين ماكو طريق اعوج يمشون يركضون بيه. جان واحد معلق انت متخلف، انت ما تفتهم، انت وانت وانت، بس باعوا ايش قال؟ الشذوذ هو حاجة الجسم كما احتياجك للماء والطعام، هاي هرمونات بي، شغلات بي، شغلات بهذا هرمونات، يطلع نطلع لي صدره ونقضيها. وين احتياج الجسم؟ هو احتياج الجسم بس احتياج من غير طريقة. جايني هسه ولد متحولين مخانيث وشواذ، احتياج ايش للجسم؟ وين الاحتياج بالموضوع؟ بابا فكر لا تتمنطق. لو بنية معلقة وكانت تدافع عن الملحدين طبعا جت تدافع عن الشذوذ، والله هم مو بنية، الشكل لا شكل بنية ولا شكل ولد، سبحان الله، الله لاعنا للشكل، لا مبين بنية ولا مبين ولد، وتحكي والشذوذ وانتم المتخلفين الشاذين هم الصح. انا على ابو القانون الفاشل اللي خلاكم تحجون، اللي خلاني اسوي هالحلقة وحدة اليوم الصبح، من قعدت شفت تعليقها معلقة على الحلقة مال المناهج الدراسية. انت راح تسبب جهل للاطفال، انت مدى تشجعهم على الدراسه، انت وانت وانت. بعد ثاني من قرأت الكومنت كان شكلي اني ولك هي اساس القناه كوميديه، احنا نضحك، حلقه مسويها تحشيش وضحك، وحكينا صراحه الموجوده بكل نفس طالب. اوكي يدري بيك انت جائزه نوبل جوا الفراش حاطتها، ما لنا علاقه بيك. كنا نكره المدارس والكتب والمناهج والمواد اللي ناخذها، بس بالاخير غصبا ما علينا نقراها على مود ننجح. هذا اللي حكيت عنه، حكيته للضحك. اما هاي مال تسبب فشل للاطفال وتسبب ما اعرف شنو، يعني انت كل عقلك هو اللي ما يريد يقرا ينتظر سماري يقول له لا تقرا؟ انا حسبب تخلف للمجتمع مو؟ وانا حسبب تخلف للجيل الجاي مو المدارس اللي انسدت والمدرسين اللي راحوا والكلها هاي المشاكل. لا، هاي المشاكل ما تسبب جهل، بس لانه اني نزلت حلقه دا احشش على الموضوع ودا نضحك صرت اني حسبب جهل مو؟ بس لو افتهم من مين تفتهمين انتي، بس لو ادري شلون تفكرين. لو الحلقه مال المشاهير بنيه معلقت لي انت شلون تحكي عليهم؟ شلون؟ صار عندهم فلوس وصاروا حلوين، شلون؟ ما هو الموضوع هيك. انا دا احكي ان شلون الشكل تغير قبل وبعد، قبل الفلوس وبعد الفلوس. وجاني واحد تحكي لي عن ميسي كل شيء بس لا تحكي عن ميسي. شوف اني لو متابعني كان دريت ايش قد اعشق لاعب اسمه كريستيانو رونالدو، بس حكيت عليه يا اخي دا نضحك دا نتونس. يعني اني هسه اذا الزمك واحكي عليك من نال الصبح كل دقيقة احكي عنك، ميسي حيهتم؟ ميسي حيباع عليك؟ لا، ما له علاقة. اذا ليش تهتم للي ما يهتم لك؟ هاي الحب عوداني احبه اللي تحكي عني، هاي انا تقدر اللي تحكي عني. سالمين هاي ايش بيكم؟ حكيت عليه ولا ما حكيت عليه؟ تيهم مالتك خال ولد عم بنية انت شو عليك؟ اللي حكيت عنهم هم كم تعليق، كم بشر ما يسوون نسبة يمكن 2% أو 3% بالقناة، بس هم جاوبت والحمد لله عندي النسبة الأكبر أكبر بهواية ناس فاهمة، ناس واعية، ناس تعرف التحشيش تحشيش والضحك ضحك، وأنا ما قصدي شيء. والقناة أصلا كوميدية، صح مرات ننزل مواضيع جدية، ننزل نصائح، ننزل شغلات انتو تفيدوني وأنا أفيدكم، بس همينة تبقى القناة كوميدية، قناة للضحك. فلا تجي تاخذ كل كلمة اقولها اني قرآن، لا وانت هيج قلت وهذا لا يجوز هذا شلون هيج قلت؟ ولك دا نضحك دا نتونس دا نحشش حتى بهاي لاحقينا. المهم نصيحة بس مو للي يتابعوني، اللي يتابعوني ما محتاجيها، للي ما تعرفني شوف الفيديو مرة مرتين ثلاثة حتى لو تحفظه، افتهم الفكرة قبل لا تعلق. أنا بحلقة السنة والشيعة ردت أقول لكم أنتوا الاثنين واحد، لا تخلوني يفوت واحد بيناتكم يدمر هالبلد، أنتوا إخوان. وبحلقة 100 خليفة وداعش ردت أقول هاي دا يشوه الإسلام من جهة وداعش دا يشوه الإسلام من جهة، فلا تشوهون أنتوا همين الإسلام فوقاها. تحب داعش الله يلعنك وياهم.
روح ولي ما لنا علاقة بيك. بس ليش تشوهون ديننا وتقولون ذولا إسلام؟ ذولا ما لهم أي علاقة بالإسلام. ومن حكيت على أحلام لأنه شخص كثني كتل، كل ما أطلع أنا الملكة وفلوسي ومجوهراتي خلاص ما نريد نعرف، غني وولي. وحلقة صدام من حكيت وقلت الله يرحمه، لأنه من الداشوفة هسه، من الدمار الداشوفة هسه، فرعون واحد ولا 100 فرعون. ومن حكيت على الزواج العرفي وهالسوالف، أنا برأيي ذني كلهن زنا. أنت دا تعامل المرأة على أنه هي جسد، تاخذ منها الرغبة اللي تفيدك وخلاص. ومن حكيت على الجيش الإلكتروني قلت لكم ترى ذولا ما لهم علاقة بدين ومذهب، ذولا يريدون بس يشعلون فتنة، يسوون مشكلة بيناتكم، لا تسمعوهم، لا تسلمون إذانكم الهيش ناس، انتبهوا. ومن حكيت على المناهج الدراسية حكيت الحكي اللي موجود بنفس كل طالب يريد يقوله، بس حكينا له الضحك للونسة للتحشيش، مو تحريض على الجهل مثل ما افتهمت الأخت. ومن حكيت بالحلقة وقلت كم من سافرة طاهرة وكم من محجبة عاهرة، القصدت صراحة نروح ونجي قصدت أمهات البرلمان، عودتي محجبة ولابسة عباية ومحترمة وبكت العراق ومصيت دمه، شوف العاهرات، شوف السافرات، شوف الأمم ايش دا تسوي. وجون اللي يقولون مو الكل وما أعرف شنو، أنت حكيت على العباية، أنا ما حكيت على العباية، أنا ما لي علاقة بهالسالفة. أكو سوالف ما تتقبل، عباية من راس يا أخي مول ما تفوت برلمان. وجوني ذولا اللي تحكي على المشاهير وما أعرف شنو، حياتي متأثر بميسي ومتأثر ما أعرف بمنو. المهم بالنهاية فكروا، استوعبوا، ولا تضحكون العالم علينا في دول قالوا بكم. وانا تعبت. حاولوا كثيرا أن يمرروه بأنه ضربة تكون محدودة، ضربة تكون صغيرة، ضربة، ولكن ضربة. شو المعنى بين الضربة محدودة سعادة السفير؟ ولكل حادث حديث. هذا يعود إلى حجم الاعتداء وحجم الضربة ونوعية العمل. يا أخي نحن الآن دخلنا في مرحلة ما في فارق بين ضربة محدودة وغير محدودة، لذلك لا يمكن أن يقبل بأن هذه الضربة تكون ضربة محدودة.